نهار الأربعاء 2 غشت 2006. بدا كل شي بحال أي نهار عادي في حياة بنت سميتها كوثر. عندها غير 19 عام، مزوجة من 5 شهور، وعايشة مع راجلها محمد في شقة في واحد البرج كبير في حي فيصل في مصر. كوثر كانت بنت هادئة، حياتها بسيطة، علاقاتها محدودة، ما كتخالطش بزاف، ولكن كان فيها واحد الحاجة خطيرة. إلا وتقات في شي واحد كتقول له كل شي على حياتها بلا حدود. راجلها محمد إنسان محترم، خدام، عنده معمل، كيحاول يبني راسو، وكيتفاهم مزيان مع كوثر، وحتى العائلتين الأمور بيناتهم مزيانة. بمعنى حياتهم كانت شبه مثالية. ولكن في نهار واحد كل شي غادي يتبدل. في داك الصباح محمد خرج يخدم بحال كل نهار، وكوثر خرجت في 12 ديال النهار تمشي للسوق تشري شوية الحوايج وترجع. حتى لهنا كل شي عادي. ولكن وهي راجعة تفكرات أنها نسات شي حوايج. عيطات لحارس العمارة وطلبت منه يشريهم ويطلعهم عندها للطابق السابع. طلعت هي في لاسانسور، والحارس جا من موراها بنص ساعة. طلع ضرب الباب مرة، جوج، ثلاثة، والو، ما كاين حتى جواب. خلى الحوايج حدا الباب ومشى، وقال يمكن راه ناعسة ولا مشغولة. مع الخمسة ديال العشية رجع محمد من الخدمة. أول حاجة شافها الشناطي ديال الحوايج باقين قدام الباب. استغرب، تزاعف شوية، وقال في خاطرو علاش خلاتهم برا. حل الباب، دخل، بدا يقلب عليها. كوثر ما كايناش. قلب في كل بلاصة، والو. هبط للحارس سألو. الحارس قال ليه شفتها داخلة، ولكن ما عارفش واش خرجات ولا لا. هنا الشك بدا كيدخل. دازت ساعة، جوج، ثلاثة. محمود تقلق، بدا كيقلب عليها في كل بلاصة ممكن تمشي ليها. عيط لعائلتها، جاو، تقلقوا، تجمعوا الجيران، والو. في 10 ديال الليل مشاو داروا بلاغ في الشرطة. اختفاء. دازوا يومين. التحقيقات بان فيها العلاقة بينها وبين راجلها مزيانة، ما عندها مشاكل مع حتى شي واحد، ما كتخالطش بزاف. ولكن كاينة معلومة مهمة. كوثر كانت كتقرب غير لواحد الجارة سميتها أم زينب، ولكن هادي كانت مسافرة عند دارها حيت حاملة، يعني ما كاين حتى شك. دازوا 5 أيام، كوثر مازال مختفية، حتى وقع الحدث اللي غادي يبدل كل شيء. بلاغ من الناس، لقاو أشلاء بشرية في ترعة المريوطية. قطع صغار، يد، جلد، صبيعات، منظر مرعب. الشرطة جمعات كل شيء، داروا تحليل. النتيجة أنثى، العمر بين 17 و 20 عام، والوفاة دازت عليها أكثر من 10 أيام. ومع مقارنة البلاغات، الصدمة، الأشلاء ديال كوثر. دابا القضية تبدلات من اختفاء إلى جريمة قتل بشعة. الشرطة بدات تشك في الجيران، حيث المؤكد كوثر دخلات العمارة وما خرجاتش. ووسط التحقيق طلع اسم واحد، رضا، راجل أم زينب. هذا الراجل دار 3 الحوايج غريبة. خلص كرا الشقة ديالو 3 شهور، خلص كرا المحل، وسافر لمراته، وهو أصلا كان مديون. منين جاب الفلوس؟ قال صاحبي رجع لي الدين. كلام ممكن، ولكن الشك بقى. خداو إذن وفتشوا الشقة ديالو، وهنا البداية ديال الكارثة الحقيقية. لقاو دم في البانيو، دم في الثلاجة، أعظم إنسان فوق الدولاب، حوايج ديال النقاب تحت السرير. في ذاك اللحظة رضا طاح واعترف بكل شيء. الحقيقة المرعبة. نهار 2 غشت كوثر طلعت للطابق السابع. رضا كان كيتسناها، قال ليها مراتي عيانة، دخلي تعاونينا. كوثر بحسن نية دخلات، ولكن مراتو ما كانتش في الدار. وفجأة هجم عليها، شدها من رقبتها وخنقها حتى ماتت. جلس حدا الجثة 10 دقائق كيتفكر كيفاش غادي يتخلص منها. أول حاجة دار حيد الذهب منها، من بعد خبى الجثة تحت السرير وخرج يخدم عادي. في الليل رجع، والناس تحت العمارة كيقلبوا على كوثر، وهو واقف معاهم عادي. ومن بعد طلع وبدأ أسوأ جزء في القصة. دخل الجثة للحمام وبدأ يقطع فيها قطعة قطعة، دراعين، رجلين، حطهم في الثلاجة.
دوب الماء والملح في البانيو باش ما تطلعش الريحة. واليوم اللي من بعد كمل، قطع الراس، خرج الأحشاء ورماهم في الطواليت، وشد السيفون مرة على مرة. نهار الجمعة باع الذهب ديالها، خلص ديونه ورجع كمل التقطيع. الأجزاء الكبار حطهم في 5 ديال الشكاير. كذب على صاحبه، قال ليه اللحم خاسر خاصني نرميه، وصاحبه صدق. هبط الشكاير، والناس اللي كيقلبوا على كوثر حداهم وما عارفينش أنها قدامهم. رماها في 3 البوايص مختلفة وسافر. ولكن الحقيقة ما كتهربش، رجع تشد واعترف بكل شيء بكل برودة. الحكم الإعدام. الخلاصة، هاد القصة ماشي غير جريمة، هذا درس. كاينين ناس كيبانوا عاديين ولكن داخلهم ظلام كبير. كوثر ما دارت حتى ذنب، غير وتقات في الشخص الغلط، والثمن كان حياتها. إذا وصلتي لهنا دير معاك شي جيم أو كومنتير زوين باش نستمروا في نشر المزيد من القصص الحقيقية.